على صعيد آخر، كشف للإخبارية الدكتور أيمن غلام متنبئ الظواهر الجوية في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن تسجيل مدينة الرياض أدنى درجة حرارة منذ 11 عاما، إثر وصولها إلى 5 درجات تحت الصفر فجر يوم الخميس. وألمح غلام إلى أن الفترة الحالية ستشهد تقلبات جوية، لافتا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد أجواء دافئة في معظم مناطق المملكة، فضلا عن هطول الأمطار على منطقتي القصيم وحائل. تفاصيل أوسع حول برد الرياض وسكانه في تقرير الزميل مبارك الدجين. تنفس سكان مدينة الرياض الصعداء وتوجهوا إلى ثمامة، المنطقة البرية الأبرز، بعد أن أغرتهم أشعة الشمس الدافئة. الدراجات النارية أفرغت طاقات الشباب، وغالبية السيارات رضيت بالنصيب وما كتب على الجبين، أما بعض الرمال فقد أبت أن يطأ أحد منطقتها فعادوا إلى الخلف. هاتف رئاسة الأرصاد أعياه رنين المواطنين الباحث عن صحة خبر تساقط الثلوج كما أشيع أخيرا في الرياض، ولا سيما أن درجة الحرارة كانت تحت الصفر. كانت هناك بالفعل أمطار ثلجية على منطقة أو حوطة بني تميم وكذلك الخرج، ولكن هذا لا تعتبر ثلوج أو ما يسمى باللغة الإنجليزية بالسنو، فهي أمطار ثلجية. ننصح مرتادي المنتزهات اللي هي الجبلية بأخذ الحيطة والحذر، خاصة في بطون الأودية، كما ذكرت هناك توقعات لهطول أمطار. إجازة نهاية الأسبوع توافقت مع صيام عاشوراء، ففضل البعض الإفطار في الهواء الطلق بجانب معشوقة الأطفال التي أمسكت أيضا عن الحركة، ومثلها سيارة الأجرة. والله طلعتنا هنا ما هي مرتبة يعني كذا، بس أنا اليوم الحمد لله شفنا الجو دافي شوي، فقلنا خلنا نطلع نتمشى شوي بس. بدأ النهار يزول لتأتي النسمات الباردة، وهواة التطعيس ماضون في الصعود والهبوط دون اكتراث، ولكن عندما حل الظلام كان الهدوء سيد الموقف. وإن خرجت الشمس الدافئة يبقى المساء البارد يلاحقها، وسكان الرياض في كلتا الحالتين خارج المنازل استمتاعا بالرمال إلى حين اكتساء الأرض أعشاب الأمطار. مبارك الدجين، الإخبارية، الرياض.